السلام عليكم. اللهم ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عمرك قعدت في لمة وحسيت ان اللي قدامك ده مش على بعضه وبيبعد خالص ان هو عينه تيجي في عينك؟ ساعتها عقلك ده بيلف في 100 اتجاه وبتسأل نفسك كده، هو ماله قالب وشه كده ليه ومستفز كده ليه؟ بس الحقيقة الغايبة عنك ان ورا النظرة المشتتة دي وحركة ايدينه اللي هي المتوترة حكاية تانية خالص. الموضوع مش كبر ولا لؤم، الموضوع ده خجل اجتماعي وتوتر بيقيد صاحبه وبيخليه عكس حقيقته. ازاي انت تقدر تلمح ابن الاصول وتفرقه عن الخبيث في كل قعدتنا؟ لما يكون الخجل والتوتر مجرد غلاف لقلب نظيف وطيب مش اكتر. العلاقات الانسانية والاجتماعية دي عاملة بالظبط كده زي البحر الواسع مليانة تفاصيل وناس باشكال والوان مختلفة، وفي وسط الزحمة دي بنقابل ناس كتيرة قوي طبيعتهم هادية ومنعزلة، وأول ما يتحطوا في موقف رسمي كده بيقلقوا ويتوتروا. تلاقي الواحد منهم بقى عرقان بيفرك في ايده كده وايده بتعرق، أو يبص يمين وشمال عشان يداري كسوفه وتوتره الداخلي. المشكلة الكبيرة هنا ان المجتمع مبرمج نفسه كده انه يفسر التصرفات دي غلط وبيتهمهم بالغرور او التكبر او عامل حاجة، مع ان احنا لو فتشنا في قلوبهم هتلاقي طيبة ونقاء مش موجودين عند ناس تانية لسانها حلو وجميل. ولاد الأصول بيبانوا في المواقف الجد حتى لو كانوا في القعدات العادية ما بيتكلموش ولا بيجاملوا بزيادة. وعشان كده لازم نتعلم ازاي نقرأ لغة الجسد دي ونفهم الإشارات اللي هي طالعة منهم بشكل صحيح وعفوي حقيقي. التفرقة بين الخبيث المتصنع وبين الطيب الخجول محتاجة وعي وصبر ونظرة تانية أعمق من المظاهر دي كلها. الهدف من كلامنا النهاردة ان احنا نفتح عيوننا كده على حاجات جميلة مخفية ورا الخجل والتوتر في المجتمع بتاعنا ده. هديك مثال من الواقع. افتكرت كده واحد صاحبي في الشغل كان معايا، اول ما جه وكان في اجتماع رسمي كده مع الإدارة الكبيرة كده في البورد، الراجل كان وشه أحمر وبيرتعش، وكل ما حد يسأله يبص في الأرض كده ويجاوب بكلمتين. الكل وقتها افتكر إن هو ضعيف ومش فاهم حاجة في شغله وشخصيته تعبانة قوي وما ينفعش يشيل مسؤولية المكان ده خالص. لكن في يوم اتزنقنا فعلا في مشروع كبير قوي. الراجل ده سهر لوحده وطلع شغل، والله شغل عبقري انقذنا كلنا. ساعتها عرفنا ان هو عبقري وابن اصول، بس التوتر والخجل كانوا مكتفين لسانه مش اكتر. تأثير الموضوع ده ايه على ارض الواقع؟ اول حاجة ظلم الناس الطيبة وضياع حقوقهم في المجتمع. لما بنحكم على الشخص الخجول من مظهره بس بنظلمه ظلم كبير قوي وبنجور على حقه وسطنا. المجتمع للأسف بيدي الفرصة دايما للشخص اللي هو اللمض، اللي هو بتاع الفهلوة، اللي بيعرف يرص الكلام مظبوط في الأعداد. وتلاقي ابن الأصول ده اللي عنده خجل بيلاقي نفسه راكن على جنب ومحدش حاسس بقيمته. حتى في الشغل
ممكن تترقى ناس تانية أقل منه كفاءة لمجرد إنهم بيعرفوا إنهم بيتكلموا ويجاملوا ويطبلوا، وهو بيفضل مكانه مع إن إخلاصه وضميره في الشغل يوزن بلد ومفيش حد يستغنى عنه. التمييز ده بيخليه فعلا يحس بقهر كده من جواه، وبيخليه ينعزل أكتر وأكتر عن الناس والمجتمع كله، وبكده للأسف بنخسر طاقات حقيقية ونضيفة جدا كانت ممكن تفيد المكان وتطوره بأمانة من غير شو. النظرة السطحية دي كانت هي اللي بتضيع ولاد الأصول وبتخلي أصحاب الكفاءة يستخبوا تماما في الظل للأسف. تاني حاجة انتشار النفاق والخدع بسبب التركيز على المظاهر بس. لما بنركز كده مع اللسان الحلو وبس بنفتح الباب لكل شخص خبيث يدخل حياتنا ويخدعنا. الشخص اللئيم والمصلحجي بيعرف يصطنع كده نظرات الثقة والهدوء عشان يضحك على قلوب الناس الطيبة. بيقعد في اللمة يتكلم بجراءة وهو من جواه مليان غل ومصالح شخصية عايز يخلصها وبس. والناس بتنبهر بكلامه، كلامه المنمق المرتب، بتقول عليه ده راجل واعي ما شاء الله عليه وابن ناس وعاقل وبيفهم في كل حاجة. وفي نفس الوقت بنرفض الصادق لمجرد ان هو بيتوتر كده وبيعرق ومش عارف يجمل كلامه في القعدة فبيختار السكوت. السلوك ده بيحول مجتمعنا كده لبيئة مليانة مظاهر كدابة وتخلي الناس كده تعيش بوشوش تانية خالص مختلفة، كذا وش. وبنكتشف بعد فوات الأوان إن احنا وثقنا في حد غلط ودوسنا على الصح بسبب إن احنا تسرعنا. النفاق بيبقى العملة الدارجة اللي ماشية، والصدق الطيب بيستخبى ورا جدران كسوف والخوف من قسوتنا. تالت حاجة زيادة العقد النفسية والاضطرابات عند الشخصيات الخجولة. الضغط المستمر والنظرات الجارحة للشخص اللي هو بيتوتر جامد قوي بتخليه يدخل في حالة إحباط واكتئاب شديدة جدا ومؤذية. لما يحس إن كل حركة بإيده أو نظرة عين بتتفسر غلط بيبدأ يلوم روحه كده وبيقسو عليها. بيبدأ يسأل نفسه بالليل، هو أنا ليه مش زي بقية الناس اللي هي اللبلب كده اللبقة اللي هي بتاخد حقها باللسان؟ التوتر البسيط ده بيتحول بسبب قسوتنا لعقد نفسية ورهاب حاد كده بيقيد حياته ويمنعه من الحركة. بيبدأ يهرب وينعزل عن المناسبات الرسمية عشان يحمي نفسه من التعليقات اللي هي بتوجع قلبه دايما. وبكده احنا بنكون فعلا السبب الأساسي في تدمير نفسية إنسان محترم كان ممكن يكون أنجح واحد فينا، بدل ما نكون سند ونطمنه كده عشان يتكلم براحته ونديله الثقة، بيكون السكينة اللي هي بتذبح ثقته في نفسه. فبيعيش طول عمره في صراع مرير بين طيبة قلبه وعجزه عن التعبير عنها للناس اللي حواليه. رابع حاجة تفكك العلاقات الأسرية والاجتماعية بسبب سوء الفهم. سوء الظن لما بيدخل البيوت بيخربها وبيقطع في صلة الرحم وبيقفل القلوب اللي كانت صافية لبعضها. ممكن تلاقي جوز الأخت أو مرات الأخ خجولين جدا وطبعهم هادي جدا وما بيعرفوش يندمجوا بسرعة مع العيلة. تلاقي بقية القعدة تقول دول عليهم متكبرين وشايفين نفسهم علينا ومقضيينها كده عجرفة، يعني تنظر وكبر ملوش أي لازمة. وبتبدأ من هنا المشاكل والغيرة والوشاية بين القرايب لمجرد سوء تفاهم بسيط ملوش أساس، وهم في الحقيقة بيموتوا من الكسوف
وخايفين يغلطوا أو يبانوا وحشين قدام الأسرة كده في الكلام. النتيجة الحتمية بتكون جفاء وقطيعة تامة للمناسبات بسبب حكم متسرع طلع من غير أي دليل. بنخسر لمتنا الحلوة وبنزرع زعل ملوش أي لازمة بسبب قلة وعينا وتركيزنا مع القشور دي كلها. لو كل واحد فينا نظف نيته وفهم إن الخجل ده طبع رباني مش كبر، كلنا هنرتاح وهنريح بعضنا. خامس حاجة، خلق بيئة إيجابية بتدعم الأمان النفسي والقبول لبعضنا. لما بنبدأ كده نميز بوعي بين الخجل والخبث، بنخلق مجتمع رائع، مجتمع صحي جدا ومترابط بجد للكل. الشخص المتوتر لما بيحس ان اللي قدامه فهمه ومش بيتربص بيه كده على الكلمة وقاعد له على الواحدة، بيبدأ يهدى كده وبيرتاح تماما. القلق اللي باين في ايديه وفي عينيه وعرقه وتوتره بيختفي بسرعة، لانه هو حس بالأمان، حس بالأمان وسط ناس بتقدر طبيعته. من هنا بنبدأ نشوف الوش النظيف لولاد الأصول دول، وبنستمتع بطيبتهم وجدعنتهم اللي هي ملهاش مثيل في الدنيا. البيئة دي بتعلم أجيالنا الجديدة إنهم ما يكونوش سطحيين في تقييمهم أبدا لأصحابهم في المدرسة ولا في النادي ولا في الجامعة. بننشر ثقافة التراحم وقبول الاختلاف. مش كلنا لازم نكون بلابل كده في الكلام، لا مش شرط عشان يعني ناخد السكسيه. التنوع ده هو اللي بيدي للحياة طعم. فينا الخجول وفينا الجريء وكلنا بنكمل بعض في النهاية. بكده بنقفل السكة كده على المنافق، وبنعلي كده من شأن الطيب اللي يستاهل كل حب وتقدير حقيقي. نصيحتي ليك ايه بقى يا معلم؟ اصبر على الشخص الهادي وما تحكمش عليه من اول قعدة او سلام بالايد. نمرة 2، بص في عين اللي بيكلمك بحنية عشان تطمنه وتهدي من روعه كده وتوتره اللي جواه. تالت حاجة، بلاش تعليقات سخيفة وتريقة تلمح بيها على كسوف حد او على حركاته المتوترة كده قدام الناس. رابع حاجة، التمس لأخيك 70 عذرا. يمكن يكون ورا سكوته ده هموم أو خجل شديد قوي. خامس حاجة، ركز في أفعال الناس ومواقفهم الجد، وسيبك من الكلام المرصوص واللسان المعسول دايما. سادس حاجة، لو لقيت حد متوتر كده في وسط لمة، اخطفوا في الكلام كده وسهل عليه الدخول معاكم ودخله في القعدة، ساعده. سابع حاجة، فرق دايما بين الخبيث اللي بيخطط وبين الطيب اللي مش عارف يعبر عن نفسه. تامن حاجة، حب الناس لجوهرها ونظافتها، مش لكلامها وشطارتها في المجاملات والنفاق الاجتماعي اللي منتشر في كل مكان دلوقتي، حتى في العيلة الواحدة. تاسع حاجة، اوعى تخسر ابن أصول عشان ما بيعرفش يدافع عن نفسه بكلام ونفاق وحاجات زي كده، اوعى تخسره. 10 حاجة، خليك دايما مصدر أمان لكل واحد خجول، وافتكر ان الكلمة الطيبة بتفتح القلوب المقفولة. في نهاية كلامنا لازم نطلع بدرس مهم جدا، درس نطبقه في يومنا وفي علاقاتنا مع الناس. المظاهر دايما خداعة، والوشوش اللي بنقابلها كل يوم شايلة وراها أسرار وحكايات كتيرة وقصص وأرقام ما يعلمهاش إلا رب العباد. الشخص اللي بيرتعش من الكسوف وتلاقيه مش عارف يجمع كلمتين على بعض في القعدات الرسمية وتلاقيه بيتوتر ويعرق، ده غالبا بيكون جواه كنوز
من الأخلاق الطيبة وولاد الأصول اللي ما بيتعوضوش بمال الدنيا دول. بلاش نكون سكاكين حامية بتقطع في فروة الناس الطيبة بجهلنا وأحكامنا السطحية الظلمة. تعالوا نفتح قلوبنا قبل عيوننا ونقيس الناس بمواقفها بجد وبجدعنتها وقت الشدة والضيق، مش بالمنظرة وبالكلام. لما نطمن الخجول وبنحتويه بنكسب إنسان مخلص وصادق، مش هيبيعنا في أول محطة صعبة تقابلنا. والخبيث المنافق هيبان لأن حبل الكذب والنفاق قصير قوي وما بيتحملش أبدا حرارة المواقف الحقيقية أبدا. الدنيا لسه بخير طول ما فينا ناس بتدور على الجوهر وبتعذر الضعيف وبتسند الخجول والمكسوف. يا رب ينور صدورنا ويجعلنا دايما من اللي يشوفوا الناس بقلوب صافية وعقول واعية وولاد أصول. تحياتي لكم ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.